منذ سنة 63 900 وألف عرف المغرب تنوعا في الدساتير وأنماطا من الاقتراع وتعددا في غرف البرلمان وتذبذبا في نسب المشاركة السياسية. ففي سنة 63 900 وألف كان النظام البرلماني يتكون من غرفتين بمقتضى أول دستور عرفه المغرب في سنة 62 900 وألف. جرى الاقتراع في تشريعيات 63 900 وألف 17 من شهر يونيو بنسبة مشاركة رسمية بلغت 73%. وبمقتضى دستور 70 900 وألف أصبح النظام البرلماني مكونا من غرفة واحدة مشكلا من 240 مقعدا ينتخب ثلثاهما باقتراع مباشر والثلث الباقي باقتراع غير مباشر، حيث أجريت ثاني انتخابات تشريعية في تاريخ المغرب سنة 77 900 وألف بنسبة مشاركة تعتبر الأعلى حتى الساعة وصلت 82%، لتنخفض بعد ذلك تباعا سنة 84 900 وألف حيث عرفت نسبة المشاركة في الاقتراع 67%. أما في انتخابات التشريعية لسنة 97 900 وألف عاد النظام البرلماني إلى نظام الغرفتين بمقتضى دستور 96 900 وألف، وجرى الانتخاب في 14 من شهر يونيو، وكانت نسبة المشاركة حسب الإعلان الرسمي 58.30%، لتتراجع خلال استحقاقات 2002 إلى 52%. إلا أن المفاجأة ستصنعها استحقاقات 2007 والتي وصفت بالمخيبة للأمال، والسبب الهبوط الحاد في نسبة مشاركة المقترعين الذي لم يتجاوز 37% بالرغم من الحملة الحكومية الواسعة النطاق والتي دعت المواطنين إلى المشاركة المكثفة وظهور فاعل جمعوي جديد أحدث من أجل التعبئة الانتخابية.